صباح الخير. طيب، لو حد خد اي حاجه ليها علاقه بالحوكمه، فهو خد حوكمه بس وفهم ان الحوكمه هي شويه الحاجات اللي احنا التطبيقات اللي احنا بنطبقها من خلال او في مجلس الاداره، من خلال ان ايه دور مجلس الاداره، ايه دور رئيس مجلس الاداره، ايه دور اللجنه المنبثقه من مجلس الاداره، يعني ايه لجنه منبثقه وايه اسماء اللجنه المنبثقه وايه مهام اللجنه المنبثقه، وشويه لوائح بقى، لائحه مجلس الاداره، لائحه اللجان المنبثقه، يعني لائحه ميثاق الحوكمه internal audit charter او ميثاق عمل اداره المراجعه الداخليه ويسترن بوليسي، سياسه تضارب المصالح، تقييم اعضاء مجلس الاداره، لجنه ترشيحات المكافآت. ده ايه؟ ده جزء لا يعني وده ناتج من الحوكمه. بس لو احنا فاكرين ده بس الحوكمه، ففهمنا غير مكتمل، فهمنا ناقص لحوكمه. لان الحوكمه لما بتيجي تدرسها ما ينفعش تدرسها لوحدها. باي الحوكمه لازم تدرسها مع اداره المخاطر المؤسسيه ونظم الرقابه الداخليه على طول كده. يعني هما ما ينفعش اقول جوفرنس، ما ينفعش اقول حوكمه. ليه بقى؟ نرجع بقى سنة كده لورا في الفلسفه من وراء الموضوع. هو احنا لما بنقول والله مجلس اداره، هو ليه لازم يكون في مجلس اداره اصلا؟ يعني الحوكمه مش ايكوال مجلس اداره، الحوكمه مش ايكوال انا عندي لائحه مجلس اداره ولا لجان مباشر خالص خالص. الحوكمه دي حاجه فوق، وكنت بتكلم فيها امبارح كده، الحوكمه كده حاجه فوق. هو احنا كان عندنا مشكله في الاساس، اللي انا النهارده اونر، والاونر ده جاب شويه ناس لان هو مش فاضي عشان يديروا هذه المؤسسه، مش يوجهوا هذه المؤسسه عن طريق مجلس الاداره، غلط زي ما قلنا. يوجهوا ويشرفوا ويراقبوا على ويوجهوا هذه الايه. ولان انا مش عارف مجلس الاداره ده بيشتغل ايه، او انا خايف ان هو يمس يوز هذه السلطه، فرحت عامل له ايه؟ ادي الخطر اهو، صح؟ رحت عامل له كنترول، الا وهي لائحه مجلس الاداره. ولان مجلس الاداره لازم يجتمع بشكل دوري ونكون طمنين ان اداؤه كويس والناس بتحضر، مش تيجي تاخد فلوس تتكل على الله. فانا ده خطر. فرحت عامل له ايه؟ لجنه الترشيحات والمكافآت، فبقى في حوكمه. رحت عامل لائحه مجلس اداره، كان عندي خطر، رحت عامل له لائحه مجلس اداره، فبقى في حوكمه. رحت خايف لا يكون عضو مجلس الاداره هو عنده تضارب في المصالح وموجود في شركه تانية وقد يضر بمصالح الشركه، ده خطر. رحت عامل ايه؟ سياسه تضارب المصالح. رحت خايف خطر انه عضو مجلس اداره، انه رئيس تنفيذي، ان مدير، ان غفير في الشركه يسيء استخدام موارد الشركة، يعمل حاجات غلط، يبوظ سمعة الشركة. فعشان كنت قلقان والناس خايفة من بعضها، ريسك تاني مركب، الا وهو ان الناس خايفة تتكلم، فيروح يتكلم الاتش ار يقول له مديري، يقوم رافضه. صح الكلام؟ لان احنا عندنا هذا الخطر. احنا عاملين ايه؟ ويستل بلوينج بوليسي، او سياسة الابلاغ عن المخالفات، والانتي ريتيليشن بوليسي اللي هي حماية المبلغين. فبقى في حوكمة. حلو. بقى في افصاحات بيعملها مجلس الاداره والاداره التنفيذيه العليا لعدم تضارب المصالح. حضرتك انت مشارك فين؟ هل انت عندك اسهم في حاجات تانية درجه رابعه؟ طب هل انت، مفيش مشكله بس نفصح، بس اهم حاجه هل انت مورد او عميل، انت او حد من الدرجه الرابعه مورد او عميل للشركه، فنعملها عقد معاوضه، مفيش مشكله. دي مخاطر بس عشان يبقى ايه، مخاطر عدم الشفافيه حتى بالنسبه لمجلس الاداره والشركه والناس اللي فوق. فرحنا رايحين عاملين ايه؟ عقود المعاوضه، فبقى في حوكمه تاني. فالحوكمه ما ينفعش اقول حوكمه بس واسكت كده، انا راجل بوب حوكمه. حلو. حضرتك تعرف حاجه عن اداره المخاطر المؤسسيه؟ حضرتك انا بتاع ادمن، ما هو حضرتك من بس حضرتك برضه، هل حضرتك بتاع الادمن ماسك بتاع ماركتنج، ماسك بسيلز، ماسك ديجيتال ترانسفورميشن، ماسك اي تي في الابلكيشن، ماسك في الداتا براكتس، ماسك في الادفانسد اناليتكس، ماسك طبعا سي او، ماسك اتش ار، ماسك ريكروتمنت. انا نسال كل الناس. حضرتك عارف اداره المخاطر المؤسسيه؟ لا، ما هو ده شغلتك. ما حضرتك بتشتغل ايه؟ ما حضرتك بتشتغل تدير مخاطر الموارد البشريه. ما هنروح فين طيب؟ دي اداره حضرتك مدير او رئيس قطاع. فلو دي مش موجوده، في حاجه ناقصه، والله في حاجه ناقصه. ما احنا بندير مخاطر وفرص، مش حاجه تانية. فبالتالي الاجراءات اللي حضرتك بتوجهها يوميا، الا وهي الكنترول، الا وهي اسلوب العمل، الابروتش اللي هنشتغل بيها، الاستراتيجيات اللي هنشتغل بيها على مستوى البيزنس، اللي هي البيزنس استراتيجي. كل واحد السبلاي تشين هيشتغل ازاي، الابروتش بتاعته، الوير هاوس مانجمنت هيشتغل ازاي. ده ايه؟ ده كنترول. لازم يكون نابع من ريسك، لازم يكون في خطر ما على اوبجيكتيف ما،
فاحنا هذا الخطر عملنا له اسسمنت، رحنا قايلين كنترول، فنورت الحوكمه. لكن انا ايه، حضرتك فاهم حوكمه؟ خدت كورسات في حوكمه. حلو. وادارات المخاطر ايه الاخبار؟ ريسك اسسمنت، ريسك سكور كارد، هي بتاسس ازاي؟ كوانتيفيكيشن، كوانتيفايد فاكتور والكواليتيتيف فاكتورز. ما اعرفش اي حاجه. ناقص حاجه في الحوكمه؟ مش مفيش حوكمه. مفيش. طب بتعرف حضرتك لما عرفت انا عارف مخاطر، بس ما اعرفش ديزاين القرار، ما اعرفش ديزاين الاجراء الرقابي، مش عارف ايه اجراء رقابي ده، الناس بتوع كنترول بيعملوه. عندها مشكله، مفيش حوكمه لسه. اتس يوزلس. الحوكمه اتس يوزلس. النو هاو بتاع الحوكمه اتس يوزلس. فكنت قاعد مع صديقي وهو كان في احدى الشركات بره وحاجه كده حلوه، فهو راجل كان هيد اوف بادجيتنج. فلما بيقول ايه، في حنفيه كده اتقفلت ما بقاش فيه ريبورتات. حضرتك انت عارف دلوقتي النو هاو بتاع البادجيتنج، انت عارف النو هاو بتاع الايه، بتاع الجفرنس، بس ولا في مخاطر ولا في كنترول. انت مش عارف، ما عندكش معلومات، مش عارف تاخد معلومات عشان تشتغل بادجيتنج. فبالتالي البادجيتنج دي ما بقاش ليها لازمه، صح؟ لان انا ما عنديش معلومات، السيستم مقفول عليا. فانا عندي حوكمه، عندي نو هاو بتاع حوكمه ومش مكتمل. لانه لو الحوكمه النو هاو بتاعها مقتصر على ان هي شويه حاجات لمجلس الاداره، 14 15 لائحه بتاخدوا كوبي بيست وبنغير لوجو الشركه، لا مش دي الحوكمه. الحوكمه مخاطر، اداره مخاطر، ونظم رقابه. كنت في ديبيت لسه هتكلم فيه، الجي ار سي، ريسك جفرنس، ريسك اند كومبلاينس. انا اعترض اعتراض شديد. يعني نتكلم فيه دي بعدين. حلو. ف جفرنس على طول مع بعض. يعني اللي بيدرس ده راجل بتاع ماسك سبورتنج فانكشن، ماسك وير هاوس، ماسك ماركتنج، ماسك فاينانس، ماسك ريسك، ماسك كنترول، ماسك جفرنس في الشركه. فهو عنده النو هاو بتاع الجفرنس والريسك والكومبلاينس على طول. ما ينفعش اقول جفرنس، ما ينفعش تقول انت برنس بوب في الجفرنس. تعرف حاجه في ريسك؟ لا. تعرف حاجه في كنترول؟ لا. ما فيش هم مرتبطين. لان هي بتنور امتى الحوكمه؟ طول ما في ريسك وكنترول شغالين 24 ساعه. فاحنا ليه عملنا مجلس اداره؟ ليه عملنا جمعيه عموميه؟ ليه عملنا بنقول لجمعيه العموميه تجتمع وتبلغ قبلها ب 25 يوم واعلان رسمي؟ ليه؟ ده ريسك، رحنا عملنا كنترول فبقى في حوكمه. ليه الجمعيه العموميه؟ ليه مجلس الاداره بقى لازم على الاجنده حاجات ما لها علاقه بالاستراتيجيات، مؤشرات الاداء اللي هي البنود الثابته على محاضر مجلس الاداره او اللجان المنبثقه. ليه؟ لان في ريسك لو ما ناقشناش الحاجات دي على الاوبجكتيفز بتاعت الشركه، على حمايه الحقوق في المطلق من الناس اللي شغاله فوق والناس اللي شغاله تحت. رحنا عاملين كنترول، رحنا قايلين ايه، لو سمحت هتبلغ، لو سمحت ده بند ثابت على الاجنده بتاعت مجلس الاداره. فلما عملنا دول بقى فيه حوكمه، ما عملناش دول مفيش حوكمه، ما فيهاش يعني. فانا لو جيت شرحت بس حوكمه وقلت ايه دي حوكمه يا جماعه، حلو، عرفتوا الحوكمه؟ سلام عليكم، انت راجل برنس حوكمه، فيري سينيور مانجر. واحد صديقي بيعذب، مش سينيور، فيري سينيور مانجر. حلو. فايه بس تعرف حاجه من تعرف حاجه كنترول؟ حضرتك كنت بتعمل ماركتنج استراتيجي، سيلز فوركاست. تعرف حاجه ريسك والكنترول؟ انه مفيش حوكمه. وفي بيلر رئيسي جوه الكواليفيكيشن بتاعت هذا التايتل مش موجوده، محتاجين نعرفها يعني. فالثلاثه مع بعض لا ينفكوا. مش حد بوب جفرنس من غير ما يكون عارف بدايات. خلي بالكوا تاني بقى اخيرا بقى عشان ما نطولش. اداره المخاطر احنا ناخد بيزكس، لان اداره المخاطر دي ليله كبيره ساعتك. يعني في بقى واحد بيتخصص يقول لك ايه، احدى المؤسسات يعني اسوسيشنز كده عامله حاجه اسمها سيرتيفايد كريدت ريسك مانجر. كريدت ريسك مانجر دي لوحدها ايكويفالنت للماستر ديجري في بره، في اوروبا وامريكا واليابان. انت متخيل مأساة شركه، قصدي شهاده واحده. فاحنا مش بنقول هنبقى اكسبرت في المخاطر خالص. ما ينفعش بصراحه تقول انا بروفيشنال في اداره المخاطر عشان درست امبارح كورس. لا. ليها كبيره جدا. احنا بنعرف يعني ايه اداره مخاطر، وبستخدم البيزكس بتاعتها عشان اعرف اخد قرار في الحته بتاعتي. بس لو انا كريدت مانجر بقى، ما عايز دي بقى، انا عايز الساينس بيهايند اللي انا كريدت ريسك مانجر. انا راجل بتاع اوبريشن، فعايز كريدت اوبريشنال ريسك مانجر، دي شهاده لوحدها.
فدي ليه؟ عشان اعرف اخد بيها قرار صح، اخد بيها اجراء، اخد بيها اعمل بيها دايركشن، ارفع بيها سماعات التليفون. لو عملت الاثنين دول ما تعبش نفسك في الحوكمه والله. هي طول ما الاثنين دول شغالين هي الحوكمه بتنور لوحدها، ما لهاش اي حاجه خالص يعني. هل كل التطبيقات اللي ليها علاقه بستاندرد مثلا تشارترز معينه او مواثيق او لوائح معينه مجلس الاداره ينفع تاخد كوبي بيست؟ لا. ليه؟ لان ده كنترول. لائحه مجلس الاداره كنترول كانت عايزه لها ايه في الاول؟ ريسك. لو مفيش ريسك اللائحه دي وقعها، ملهاش لازمه اصلا. لو مفيش ريسك مفيش كنترول. لو مفيش ريسك مش هترفع سماعه التليفون، مفيش ريسك مش هتربي الواد والبت. فبالتالي ايه؟ لا ده كنترول. فين الريسك؟ ايه ده؟ في ريسك. طب هل الكنترول ده بيميتيجيت الريسك ده؟ يس. ما تسالش. حوكمه نورت على طول كده. حوكمه بقى في حوكمه الحمد لله. فما نتعبش نفسنا بيها خالص. طول ما احنا بس بنعمل الاثنين دول، بقى في حفظ حقوق المطلق، بقى في جروث، طبعا بقى في سستينابيلتي، بقى في جروث. بقينا كلنا مبسوطين، بقينا بندخل الشركه مبسوطين، طالعين من الشركه مبسوطين. فبقى في 4 حاجات. ليه؟ لان في ريسبونسبيلتي، في مسؤوليه متعينه، محاسبه بشفافيه وعداله. ليه؟ لان كان عندها ريسك ان واحد ما يبقاش محاسب، او ما يبقاش عنده مسؤوليه، او مش بشفافيه، او مش بعداله. فرحنا عاملين كنترول 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 كنترول. اللمبه نورت بتاعت الجفر، ما عملناش اي حاجه خالص يعني. فمن غير الاثنين دول انا ما اعرفش حاجه في الحوكمه. لازم حوكمه يبقى لازم يدرس الاثنين دول ايه. صباح الخير.